السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لحلقات المقارنة ما بين العربيات في فئات سعرية متقاربة. النهاردة مقارنة ما بين شيفروليه أوبترا والعربية الميتسوبيشي أتراج. تمام. العربيتين في فئة سعرية متقاربة، ولكن طبعا هنعرف دلوقتي ان طبعا يعني في فرق بينهم كبير جدا رغم ان السعر متقارب. يعني الميتسوبيشي دي نازله علشان تاكل السوق فعلا بمعنى الكلمه بالرقم اللي هي نازله بيه ده. المهم شيفروليه اوبترا سعرها 500 الف جنيه، الميتسوبيشي اتراج سعرها 445 الف جنيه. نخش بقى في التفاصيل المهمه، نسيبنا بقى من الطول والعرض والارتفاع والحاجات اللي ملهاش لازمه ونخش في المهم. طبعا احنا بنتكلم على ان العربيتين موديل 2023، الاثنين سيدان. بالنسبه طبعا للشيفروليه اوبترا وكيلها منصور زي ما احنا عارفين، الميتسوبيشي اتراج وكيلها دايموند موتورز. العربيه الشيفروليه اوبترا بلد المنشأ الصين واتجمعت في مصر، يعني ما بين الصين وما بين تجميع مصر يا قلبي لا تحزن. بالنسبه للعربيه الميتسوبيشي اتراج بلد المنشأ اليابان واتجمعت في الهند، يعني نبدأ نشم نفسنا شويه. نخش بقى في التفاصيل. اهم حاجه طبعا اللي هي سعه المحرك. سعه المحرك بالنسبه للعربيه الشيفروليه اوبترا 1500 سي سي، بالنسبه للعربيه الميتسوبيشي اتراج 1200 سي سي. عدد السلندرات العربيه الشيفروليه اوبترا 4 سلندر، ميتسوبيشي 3 سلندر. الصبابات 16 صباب في العربيه الاوبترا، 12 صباب في العربيه الميتسوبيشي اتراج. القوة الحصانية 110 حصان. طبعا احنا بنتكلم على 4 سلندر 1500 سي سي 16 صباب، فاكيد عدد الاحصنة هيزيد. الاحصنة في العربية القدرة يعني في العربية الشيفروليه اوبترا 1110 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة. بالنسبة للعربية 3 سلندر ال 1200 سي سي الميتسوبيشي اتراج قوتها الحصانية 76 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة. عزم الدوران 146 نيوتن في العربية الشيفروليه اوبترا عند 3600 ل 4000 لفه في الدقيقه. وبالنسبه للعربيه الميتسوبيشي اتراج 100 نيوتن متر عند 4000 لفه في الدقيقه. طبعا نوع الفتيس سي في تي بالنسبه للعربيه الميتسوبيشي اتراج، وبالنسبه للعربيه الشيفروليه اوبترا الفتيس بتاعها اوتوماتيك. عدد نقلات الفتيس في الاوبترا 6 نقلات، عدد النقلات طبعا في الفتيس السي في تي مفيش نقلات. نتكلم على نظام الجر امامي في الاثنين، ماكفيرسون بالنسبه للتعليق الامامي، وتورشن بيم في الاثنين. نتكلم في ايه تاني؟ نتكلم في بالنسبه لمتوسط الاستهلاك. متوسط الاستهلاك في العربيه الشيفروليه اوبترا 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوع. بالنسبة للعربية الميتسوبيشي اتراج 4.8 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعة، وده طبعا توفير كويس جدا. نخش بقى في التفاصيل التانية اللي هي التجهيزات الأمان. طبعا بالنسبة للعربية الشيفروليه اوبترا فيها اي بي اس، فيها اي بي دي، وما فيهاش اي حاجة تاني. بالنسبه للعربيه الميتسوبيشي اتراج فيها اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، فيها هيل ستارت اسيست، فيها تاير بريشر مونيتور. تمام. هنخش في حاجات تانية مش موجوده في الاثنين، اللي هي البلند سبوت مونيتور مش موجود في الاثنين، اللان دي بريشر وورنينج مش موجود في الاثنين، تراكشن كنترول مش موجود في الاثنين. الاثنين فيهم تثبيت مقعد الاطفال اللي هو الايزوفيكس. الوسائد الهوائيه وسادتين اماميتين في العربيتين. بالنسبه للعربيه الشيفروليه اوبترا فيها انذار وفيها ايموبلايزر ضد السرقه. بالنسبه للعربيه الميتسوبيشي اتراج نفس الكلام، الاثنين فيهم سنتر لوك. نتكلم على الحساسات، حساسات اماميه وخلفيه مش موجوده في العربيه الميتسوبيشي، ولكن الحساسات الخلفيه موجوده في العربيه الشيفروليه اوبترا. السنتر لوك موجود في العربيتين. حزام الامان الخلفي موجود في الاوبترا مش موجود في الميتسوبيشي. بالنسبه للازاز الفمي مش موجود في الميتسوبيشي،
ولكن موجود في العربيه الاوبترا. الازاز الكهرباء موجود في الاثنين. مرايات الضم موجوده في الميتسوبيشي اتراج ومش موجوده في الاوبترا. المرايات الكهرباء موجوده في الاثنين. اشارات في المرايات موجوده في الاثنين. بالنسبه لفتحه السقف مش موجوده في الميتسوبيشي ولكن موجوده في الاوبترا. الكاميرا الخلفيه موجوده في الاثنين. مثبت السرعه موجود في العربيه الميتسوبيشي اتراج ومش موجود في العربيه الاوبترا. سبويلر خلفي مش موجود في الاثنين. مقاس الجنط في الاثنين 15. الاثنين فيهم بلوتوث. الاثنين فيهم مدخل اي او اكس ويو اس بي. الطاره المالتي فانكشنز موجوده في الاثنين. الشاشه الوسطيه موجوده في العربيه الميتسوبيشي اتراج، مش موجوده في الاوبترا. العداد وطبعا مقاس الشاشه 7 بوصه. بالنسبه للعدادات الديجيتال مش موجوده في الاثنين. كشافات الاماميه والخلفيه الليد موجوده في الاثنين. الكشافات الضباب موجوده في الاثنين. مساحات للكشافات الاماميه مش موجوده في الاثنين. بالنسبه لزر تشغيل المحرك مش موجود في العربيتين. ريموت كنترول موجود في العربيتين. الكراسي الكهرباء موجوده في العربيه الاوبترا ومش موجوده في العربيه الميتسوبيشي اتراك. التحكم في الشنطه بالنسبه للاوبترا كهرباء، بالنسبه للعربيه الميتسوبيشي تحكم يدوي. دي كانت مقارنه سريعه بس علشان نعرف الفرق بين العربيتين. وعملنا المقارنه دي ليه؟ علشان السعر بتاع العربيتين قريب من بعضه. طيب هل السعر ده سعر عادل؟ يعني هل سعر العربيه ده معقول وعقلاني ومنطقي؟ لا. ادفع نص مليون جنيه في عربيه زي دي؟ لا. ولكن على طلبكم ده مقارنه ما بين العربيتين. انا مقتنع بالسعر؟ لا مش مقتنع. مقتنع بالعربيه الاثنين؟ لا مش مقتنع. شكرا جزيلا، مع السلامه.